سلام عليكم. الاخوي سيد حيدر شلونك؟ السيد حيدر بخير، حياك الله يا شيخ ناصر الخصيفة. حياك الله حبيبي. اقول لك يا اخوي، احنا اليوم نشا يدور عيشته. اي والله، كل بيدور عيشته، وهتلقى ناس قاعدين في الغابات بيدوروا على رزقهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى سيرزقنا ان شاء الله، لكن ما خلقناش للرزق. نعم، هو احنا نطلب الرزق ونأخذ بالاسباب، لكن الله قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مش يعبدوا الحسين، مش يصرفوا العبادة لآل البيت. اقول لك اوقف دقيقه. اريد لي واحد طالع من القبر ويقول لكم حساب طيني. واحد ايش؟ يطلع من القبور ويقول ترى تحاسب الثاني. يا اخوي كل شيء ما كلمات بدال. وانت علماني يا شيخ ولا ايه؟ الشيخ ناصر انت علماني؟ انا اقول لك انا ما امن بهاي القضيه. لا تؤمن بعذاب القبر؟ لا ما امن ببوتين والماركسين اللينينيه وصنع الصواريخ والقنابل والاسلحه النوويه. انا اعتقد بها. اي والله والله انا عارف الالحاد انتشر ما بين المعممين في الحوزه وما بين مشايخ الشيعه بسبب ان ما لقوش ادله من القران، فبيامن بالصواريخ وبيامن بالحاجات اللي بيشوفها بس. طب هل انت تؤمن بالهواء؟ تؤمن ان في هواء في الجو؟ انت بتشوف الهواء؟ انت بتشوف الهواء عشان تؤمن بيه؟ الشيخ ناصر كتبكم شيخ ناصر اسمعني بس يا شيخ ناصر، انت في بث مباشر يستمع اليك المئات الان، والله انت الحدت ولا ايه؟ الحدتوا؟ انت ملحد؟ انت مو ملحد. لا مو ملحد. ايوه دلوقتي لا مو ملحد، احنا في بث هتفضحنا يا رامي عيسى، هتفضحنا. مو ملحد، لا ده انا غلبان، ما ولا ليا في الالحاد ولا اي حاجه. بس يا عم روحوا بقى. عرفتوا من دين الاماميه الاثنى عشريه مختلق؟ خرامي نعم. الكنبايه مالتك بدلتها لولا صورك مقطع فيديو ونشرك ذا الفقره؟ اي والله كانت تلدول كريمه اي تعالى مسمم تمثيليه، وطلبت لو كان رجل يقبل مناظرتي وفي الموضوع اللي هو بيتكلم فيه دول. لكن شوف فاحص الزينبيات اللي مفضوح علاء المهدوي، وشوف دلدول ساره اللي طالعه بزوجته عاريه في البث المباشر، عياذا بالله عياذا بالله. ودلدول كريمه اي تعالى اللي عمل لك الفيلم ده كله، طلع زوجته بالبنطال يصطاد بيها شباب فرنسا، وطلعت اخته ترقص امام النساء، امام الرجال، امام النساء، امام الرجال، اخت منى واخت هاجر. وجايين دلوقتي ابوك جاي يقول ان هو الحد. يعني انتوا مش مكسوفين انت وابوك ملحدين؟ اثبت. ايوه ابدا سب، ابدا سب. اما تحشر الان تبدا تسب. هل انت تستطيع الان ان تثبت لي معتقدك وتثبت لي السؤال اللي سالته لابوك اللي ابوك الحد بسبب السؤال دوت؟ ايوه سب. دينك بيامرك بكده، دينك بيامرك بالقذف واللعن والطعن، لكنك تحاول انك تثبت هذا الدين ما تقدرش. ابوك بيقول قدام الناس ان هو الحد. لا سامعين؟ شوفوا ملحد وابنه قاعدين هيعملوا ايه؟ كانوا شيعة بس ما عجزوا عن الحوار ماذا فعل ايها المشاهد الكريم؟ قام باللعن والسب والطعن. المعلم بيقول لنا علماني في الاول وبعدين في الاخر اللي هو الشيخ ناصر الخصيفة ده، وبعدين يقول لنا ملحد. يعني الله المستعان، دين من صنع البشر ايها الاكارم. ماذا تنتظر من هذا الدين اللي مليء بالسب واللعن والقذف؟ كان معكم. اكتب اسمه يا شيعي علشان تعرف، مفضوحين. اكتب اسمه عشان تعرف. اسمه الشيخ ناصر آل خصيفة كما ترى اسمه. نسأل الله أن يهديهم وأن يأخذ بأيديهم إلى نور التوحيد، لأن الدين عاجز عندهم، عجز في معتقدهم وتحريفات، ولم يستطيعوا إثبات أدلتهم من القرآن الكريم. ماذا فعلوا؟ قاموا بالإلحاد كما رأينا الآن. كان معكم شيخ الشيعة ناصر آل خصيفة. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش، سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.